السلام عليكم. بنلاقي الأطفال بكل براءة كده وبكل هدوء وبكل نفس صافية. الطفل بيطلع من البيت بيحكي كل أسرار البيت. بتلاقي أسرار البيت حتى لو انت طبخة بتلاقي كل الناس سمعت بيها وكل الناس عرفت بيها. بتلاقي الأطفال بتخر وبتتكلم وبتقول كل اللي بيحصل في البيت. تعالوا النهاردة نتكلم ونعرف ازاي أعلم طفلي وازاي أعوده يحفظ أسرار البيت. بس لو انت اول مرة تشوفيني، انا ام العيال ودي قناتي عليها كل اللي يهمك انت وبيتك وطفلك. يلا بينا نبدأ. بصي بقى، رقم واحد لازم يدرك معنى الخصوصية، لازم يفهم يعني ايه خصوصية. هيفهم ازاي الحتة دي لما انا همارسها معاه. انا هطبق الحتة دي معاه، اني هعرفه وهعلمه مفهوم الخصوصية. يعني ايه خصوصية؟ يعني ان انا قبل ما هدخل اوضتك لازم اخبط على الباب، لازم استأذن، وانت كذلك لازم قبل ما تدخل عندي الأوضة لازم تخبط ولازم تستأذن عشان تدخل. لازم اعرفه حتة الخصوصية. ولازم استأذنه لو اخوه هيلعب بألعابه، او لو اخوه عايز يشاركه اللعب، او عاوز ياخد حاجة من ألعابه او حاجة من ادواته. لازم استأذنه، لاني انا لسه بعوده وبعرفه وبعلمه يعني ايه خصوصية، يعني ايه الواحد يبقى له خصوصية ولازم كلنا نحترمها. اقول له هو ممكن اخوك يلعب معاك؟ معلش ممكن اخوك ياخد اللعبة دي؟ معلش ممكن ناخد القلم بتاعك ده؟ معلش ممكن تسمح لنا بكذا؟ لازم استأذنه لما اخد حاجة من حاجاته. النقطة الأهم بقى واللي هي الفيصل في الموضوع، إني ما اسمحلوش يحكي لي تفاصيل حد، ولا ما اسمحلوش يحكي أسرار حد، ولا لو راح بيت صاحبه أو بيت خالته أو بيت جده أو بيت عمته ما يجيش يحكي لي تفاصيل. لو هيبدأ يحكي لي في تفاصيل أقول له ستوب، لا أنا مش عايزة أعرف، ما ينفعش. واحكي له واعرفه ان ما ينفعش نحكي اسرار حد، ما ينفعش نشوف حاجه في بيت فلان نيجي نقولها، ما ينفعش انت تشوف حاجه عندنا ونطلع نقولها، ما ينفعش انت لو شفت في بيت صاحبك كذا نيجي نقوله. ما ينفعش، لازم نحفظ اسرار المكان اللي احنا فيه. يعني ارفض واستغل الموضوع في اني احكي له اهميه حفظ الاسرار واهميه حفظ اسرار البيوت. النقطة اللي بعد كده بقى، عشان أعوده على حفظ الأسرار لازم أنا أبقى أمينة على أسراره، ولازم أنا أحفظ أسراره. ما تبقاش بنتي جات حكيت لي حاجة ويا ماما ما تقوليش لحد وما تعرفيش حد. تسمعك في الموبايل بتتكلمي مع خالتها وبتحكي لها عن سرها، بتسمعك قاعدة مع باباها وبتحكي له عن سرها. لا، كده غلط، كده غلط جدا. هيعرفوا ان احنا الاسرار معانا مباحة، وان الاسرار عادي ومباحة وبنحكيها وبنتكلم فيها وان ده شيء طبيعي. كده غلط. لازم احفظ سر طفلي، ولازم يشوف من خلال تعاملي ومن خلال اسلوبي معاه اهمية السر واهمية حفظ الاسرار. لازم احسسه باهمية الموضوع واهمية حفظ الاسرار. النقطة اللي بعد كده بقى القدوة، ان الطفل بيشوفني قدوة قدامه بتصرفاتي وباسلوبي. وبيتعلم بالتجليد. الاطفال عموما بيتعلم بالتجليد، هيشوفك بتعملي الحاجة دي بيعملها، بياخدها كوبي كده منك. يعني ما ينفعش يبقى شايفك طول النهار ماسكة الموبايل مثلا مع صاحبتك ومع اختك وبنحكي عن اسرار ده وعن تفاصيل ده وعن حياة ده وفلان وفلان، وبنخلص من حوار ندخل في حوار. كده ممنوع. كده هيتعلم يبقى زيك بالظبط، هيبقى شبهك. لازم يشوفني قدوة لي ويشوفني خير مثال لي، ويشوفني بتعامل اني ده غلط وده صح والاسرار ممنوع وما ينفعش نتكلم في اسرار حد، وما ينفعش حد يتكلم في اسرارنا، وما ينفعش نطلع اسرار البيت. لازم ابقى قدوة لي. ولحد هنا انا خلصت فيديو النهاردة. طبعا لو عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة ونوروني. والسلام عليكم.